السلام عليكم. موافقة سوريا على مطالب أمريكا. أيوة، الخبر صحيح. سوريا اللي كانت دايما بتتصدر مشهد الممانعة في الشرق الأوسط فجأة بتقدم تنازلات. طيب إيه اللي حصل بالضبط؟ وإيه هي المطالب الأمريكية دي اللي خلت النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرق يتجاوب بالشكل ده؟ هل ده معناه إن في تحالف جديد بيتشكل، ولا هو مجرد محاولة من سوريا للنجاة من العقوبات الأمريكية اللي بتخنق الاقتصاد السوري؟ وهل فعلا سوريا ناوية تتخلى عن فصائل المقاومة الفلسطينية اللي موجودة عندها؟ طيب ايه مصير المقاتلين الأجانب اللي بيخدموا في الجيش السوري؟ وهل دي بداية لتحول سوريا من دولة حليفة لإيران وروسيا لدولة بتبحث عن رضا الغرب؟ أهم سؤال بقى، هل أمريكا ناوية فعلا تكافئ سوريا على التنازلات دي، ولا كل اللي بيحصل ده لعبة أكبر من اللي ظاهر؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن كل التفاصيل دي بالتفصيل، وهنحلل مع بعض الرسالة اللي سوريا بعتتها رسميا لأمريكا، وهنشوف اللي وافقت عليه وإيه اللي لسه معلق، وهنحاول نفهم مع بعض هل ده مجرد تكتيك مؤقت ولا تغيير استراتيجي في سياسة دمشق. كل ده وأكتر هنكتشف النهاردة، فركز معايا للنهاية. بس قبل أي حاجة، لو مهتم تتابع تحليل سياسي محايد وواضح زي ده، ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول إن شاء الله. دلوقتي ندخل على صلب الموضوع. في الأيام اللي فاتت وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت بالغضب بعد القرارات الأخيرة اللي اتخذتها سوريا الجديدة بقيادة أحمد الشرق. القرارات دي اتوصفت بأنها تنازلات غير مسبوقة، وسببت حالة جدل كبيرة حوالين توجهات النظام الجديد. طيب إيه اللي حصل بالضبط؟ وكالة رويترز نشرت تقرير خطير كشفت فيه إن مسؤولة أمريكية كبيرة اسمها ناتاشا فرانشيسكا سلمت بشكل مباشر قائمة شروط أمريكية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وده حصل في اجتماع شخصي ما بينهم على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل يوم 18 مارس اللي فات. ومن ساعتها كل حاجة ابتدت تتغير بسرعة. في أول كلمة للشيباني قدام مجلس الأمن حاول يظهر إن سوريا بتستجيب فعلا للمطالب الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بملفين حساسين جدا. الأول ملف الأسلحة الكيميائية، وملف الأمريكين المفقودين في سوريا. والمفاجأة إن سوريا ردت رسميا على الطلبات دي في رسالة مكونة من 4 صفحات كاملة، واللي نقل تفاصيلها دبلوماسي كبير لرويترز. المعلومات بتقول إن الإدارة السورية وافقت بالكامل على 5 مطالب أمريكية رئيسية، أما باقي المطالب فتم تركها معلقة، يعني لا تم قبولها ولا رفضها بشكل رسمي. طيب إيه هي المطالب اللي وافقت عليها سوريا؟ 1. إنشاء مكتب اتصال خاص داخل الوزارة الخارجية السورية، هدفه الأساسي هو البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس. 2. تقديم توضيحات كاملة ومفصلة عن مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية مع توثيق العلاقات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 3. التزام الحكومة السورية بعدم السماح بأي تهديد للمصالح الأمريكية والمصالح الغربية والإسرائيلية داخل سوريا، مع وضع تدابير قانونية واضحة لمنع ده. 4. تعهد رسمي بعدم تهديد أمن إسرائيل من داخل الأراضي السورية. 5. تشكيل لجنة سورية خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية داخل سوريا، وعدم السماح لأي فصيل مسلح يشتغل بعيد عن رقابة الدولة. واللي بيأكد الكلام ده التقارير اللي طلعت مؤخرا عن اعتقال قيادات من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل سوريا. وده يطرح سؤال خطير، هل النظام السوري الجديد فعلا ناوي يطرد فصائل المقاومة الفلسطينية من أراضيه؟ وإيه تأثير ده على العلاقة بين سوريا ومحور المقاومة بالكامل؟ لكن الموضوع مكملش عند كده. رويترز كشفت كمان إن في تواصل مستمر بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية ومسؤولين أمريكان، وفي لقاءات حصلت بالفعل بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمان. ومش بس كده، التقارير بتقول إن سوريا بتميل لتوسيع التعاون مع أمريكا خلال الفترة الجاية، خصوصا في ملف مكافحة تنظيم داعش. وده تطور كبير جدا في موقف سوريا اللي طول عمرها كانت بتتحدث عن مقاومة الهيمنة الأمريكية. نيجي بقى للملف الأعقد، موضوع المقاتلين الأجانب بالجيش السوري. أمريكا طلبت بشكل مباشر طرد المقاتلين الأجانب اللي انضموا للجيش السوري، خصوصا المقاتلين اللي جايين من الأجور والأردن وتركيا. وسوريا ردت في رسالتها إنها ناقشت فعلا الموضوع ده مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنشتاين، لكن حطت خط أحمر وقالت إن المسألة دي مش هتتحل بجرة قلم، ولازم تتم عبر جلسات تشاورية أوسع، بمعنى إن القرار ده محتاج وقت وترتيبات أكبر. وطبعا
سوريا معترفة ضمنيا ان في مقاتلين اجانب تم ترقيتهم مؤخرا داخل الجيش السوري، لكنها حاليا علقت اصدار الرتب العسكرية الجديدة بسبب الضغط الامريكي. ومعنى الكلام ده ان سوريا مش رافضة الفكرة تماما، لكنها بتحاول تأجل التنفيذ قدر الامكان، انها شايفة ان المقاتلين الاجانب ليهم فضل في الاطاحة بنظام الاسد القديم، وبالتالي مش عايزة تتعامل معاهم بطريقة قاسية فجأة. المهم سوريا سلمت ردها المكتوب يوم 14 أبريل، وأمريكا لحد دلوقتي ما ردتش بشكل رسمي. سوريا في انتظار وعندها أمل كبير إن التنازلات دي تفتح لها باب تخفيف أو رفع العقوبات الأمريكية الخانقة. وهنا بقى نرجع ونسأل السؤال الكبير: هل أمريكا فعلا هتكافئ سوريا، ولا سوريا هتكتشف إنها قدمت تنازلات من غير مقابل حقيقي؟ وهل ده بداية لتحول شامل في توجهات دمشق السياسية، ولا مجرد خطوة تكتيكية مؤقتة لإنقاذ الاقتصاد المنهار؟ استنوا تحليلاتنا الجاية اللي هنتابع فيها تطورات المشهد ده لحظة بلحظة. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، لكن قبل ما نقفل خلينا أسألكم سؤال مهم جدا. في رأيك سوريا فعلا ناوية تمشي ورا أمريكا لآخر الطريق وتغير تحالفاتها بالكامل، ولا في لحظة معينة تقلب الترابيزة على الكل وتبدأ تلعب لعبتها الخاصة؟ استني تعليقاتكم وآرائكم تحت. قولوا لنا تتوقعوا ايه؟ هل امريكا فعلا ممكن ترفع العقوبات عن سوريا، ولا كل ده مجرد لعبة امريكية لكسب تنازلات اكتر؟ اكتبوا لنا ارائكم، لان كالعادة احنا هنا مش بنتكلم لوحدنا، احنا بنفتح دايما مساحة حقيقية للنقاش والفهم والتحليل معاكم. ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات. استنونا في الحلقات الجاية بتحليل اعمق وتفاصيل اكتر باذن الله. اللهم احفظ مصر وشعبها وجميع الشعوب الإسلامية والعربية من كل شر وسوء. اللهم انصر فلسطين والسودان وسوريا واليمن ولبنان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.